حضرت اللحم، قلت خليني اسوي غدا واصور لكم. بصله فلفل وثوم. ايش راح نسوي برايكم؟ وهذه اكيد الخبز مع الشاورما. كل المواد هنا. أنا حطيت اللحم، حطيت الخضروات اللي ثرمناها بالماكينه، وحطيت عليهم بهارات. البهارات حسب الرغبه، كاري، كركم، ملح، سبع بهار. وراح نبدي نخلطهم بهذا الشكل، نسوي عجينه. صارت جاهزة، شوفوها، خليها على صفحة. هسه انه اني راح اجيب الخبزة مالتي هيجي، واخذ من اللحم وافرشه هيجي على الخبزة بهذا الشكل. وصارت عندي هذه صفيحة اللحم لما يقولون جاهزة. هسه ايش راح اسوي؟ اخليها على طاوة كلش حارة. عندي هنا طاوة كلش حامية، حطيت بيها شوية زيت زيتون. راح اخذ صفيحة اللحم مالتنا واخليها على الوجه مالتها، يعني شنو؟ على اللحم هذا الشكل، وانتظر انه اللحم يستوي. ما شاء الله صاروا جاهزين، ريحتهم تجنن. نرش عليهم رشة من دبس الرمان، ضروري ويا دبس رمان كلش يطلع طيب. زين وبالعافية عليكم. شوفوا حتى من ورا شلون قصة صار طيب. سوينا هيجي، بسم الله. كلش لذيذ وسريع، ما ياخذ وقت من عندكم. عالمي.